أهلا بكم في حلقة جديدة من أرت لاب. أنا أحمد عبودة، وفيلم النهاردة المومياء. فيلم المومياء هو فيلم مصري من إنتاج 1969، وهو فيلم دراما. الفيلم بيحكي قصة أبناء شيخ قبيلة بتشتهر في سرقة الآثار، وقرارهم بالتوقف عن ذلك وصراعهم مع كبار القبيلة وخصوصا عمهم. الفيلم من إخراج الفريد من نوعه والغامض جدا شادي عبد السلام، وهو الفيلم الوحيد الطويل من إخراجه. وجدير هنا إن احنا نقول إن هو أصلا كان مصمم ديكورات وملابس، وهو اللي صمم كل الملابس اللي في الفيلم ده. وبقى شادي عبد السلام أصلا مخرج بسبب المخرج الإيطالي الكبير روبرتو روسوليني، واللي كان بيشتغل أصلا معاه كمساعد، وبعد كده قرر إنه يبقى مخرج. الفيلم من كتابة شادي عبد السلام وعلاء الدين، ومدير التصوير عبد العزيز فهمي، واللي هنا عمل أعظم ملحمة بصرية في تاريخ السينما العربية بالكامل. الفيلم بصريا مفيش فيلم تاني عربي اتعمل كده، ومن أحسن الأفلام على الإطلاق. الفيلم لما تشوفه لا هتصدق إن هو عربي، ولا هتصدق إن هو قديم، ومش هتصدق إن فيلم زي ده محدش عارفه. الفيلم مش مشهور، ما خدش 1% من التقدير اللي يستاهل. فيلم زي ده يعني ممكن ينافس بسهولة جدا على أحسن فيلم عربي على الإطلاق، وده بيرجع فضل كبير منه للتصوير الرائع لعبد العزيز فهمي، والموسيقى التصويرية من ماريو ناشيمبيني، وهو موسيقار إيطالي. الفيلم من بطولة نادية لطفي في دور زينة، حلمي هلال في دور ابن العم، ومحمد خيري في دور أحمد كمال مفتش الآثار، وأحمد مرعي في دور ونيس. مجموعة من علماء الآثار بيقروا صفحة من كتاب الموتى، بيتكلموا عن بردية اتسرقت واتباعت بره، وعاوزين يعرفوا مصدرها لأنها من مقابر مجهولة هم أصلا مش عارفين هي فين. أحمد أفندي كمال عاوز يروح البعثة اللي في الصيف، عشان حرامية الآثار بيستغلوا حرارة الصيف وبيشتغلوا في الوقت ده، وهو عايز يفاجئهم. شيخ القبيلة مات وبيدفنوه وبيرموا على قبره الزهور. بنشوف ازاي ابنه نفسه يختفي من الحزن. عمهم بيقول لهم على سر القبيلة، وبياخدهم ويفرجهم على المقابر الفرعونية اللي هم حاطين ايديهم عليها، والكنوز اللي هم بيبيعوها حتة بحتة. وبيقول لهم ان دورهم دلوقتي ان هم يقودوا القبيلة زي ابوهم الراحل. بنشوفهم بقى ازاي بيتعاملوا مع الموضوع بشكل يعني تجاري جدا. بيلاقوا موميا كسروها ويسرقوا السلسلة بتاعتها، وبيدوها له يوديها للتاجر بتاعهم أيوب. الولد طبعا من الصدمة بيجري على قبر أبوه مصدوم، ومش مصدق إن أبوه كان لسه آثار، وبيبص له بصدمة وعتاب. الأخوين مش قادرين يتقبلوا فكرة إنهم بيسرقوا الأموات وبيرجعوا السلسلة. بيقتلوا أخوه لأنه هدد إن هو يفضحهم، وبيفضل ونيس لوحده. بيوصل المركب وعليه الأفندية من القاهرة، والقبيلة بيستنفروا. بنشوف المركب والدخان اسود، كناية عن الرهبة، كناية عن السحابة السوداء اللي جاية على القبيلة دي وعلى النظام اللي هم ماشيين بيه السنين دي كلها. الضابط عايز يخلي الجبل من سكانه. أحمد مراد عاوز يخليهم عشان يوصل للمقابر المخفية عن طريق إن هو يتبعهم وهم رايحين وهم جايين. مراد خدام أيوب التاجر بيحاول يجرجر رجل ونيس ويقنعه يشارك معاهم في السرقة. بيرفض وبيهزقهم وبيروح بعد كده لأيوب التاجر وبيرفض وبرضه بيهزقه تاني، وبيدخل في صراع مع نفسه. هل دول مجرد موتى مجهولين وحجارة، ولا بشر وليهم احترامهم؟ بعد صراع داخلي وخارجي بيروح يقابل الأفندي. بنشوف بيطلع جسر الفوق، كناية عن صعوبة المهمة وإن هو بيرتقي من القاع اللي هو عايش فيه. بياخد أحمد أفندي ويوديه المقبرة السرية، وبيشتغلوا بقى الأفندية على التوابيت والبرديات، وبيكتشفوا إن المقبرة فيها توابيت لكذا أسرة، تقريبا 40 تابوت. بيبتدوا ينقلوهم للمركب في الفجر وهم خايفين من القبيلة بيشوفوهم هم معدين في منطقتهم بالتوابيت، وبنلاقي إنه في شباب في القبيلة ابتدوا يغيروا رأيهم، وبتمشي المركب بالتوابيت، وبيقف ونيس وحيد بعد قراره اللي هيغير القبيلة والمدينة كلها للأبد. وهنا بيكون مصير ونيس مجهول، ولكن بيكتب للمومياوات إن هم يعيشوا من جديد. في الفيلم هنا
هنلاقي إن هو بشكل كبير قوي مبني على قصة حقيقية، وهي قصة عيلة عبد الرسول في الدير البحري سنة 1871. وهي عيلة فعلا لقوا مقبرة، وابتدوا إن هم يبيعوا فيها حتة ورا التانية حتة ورا التانية لحد طبعا ما تم كشفهم. الاسم الأصلي للفيلم كان دفنوا ثانية، بس تم تغييره، وكان برضو الفيلم ليه اسم تاني اللي هو ونيس. بس كده، ونيس. ده طبعا ده دليل على أهمية شخصية ونيس للقصة، ولأن هو المحور اللي عنده بتتغير كل حاجة. لما تم كتابة السيناريو كان أشبه بالشعر، يعني كان عامل زي مسرحيات شكسبير كده، كان نثر، الناس كانت بتتكلم بطريقة شعرية شوية. تم تغيير ده طبعا بعد كده، وبقى معظم النص نص عادي جدا، الناس بتتكلم عادي جدا. بس اللي فضل من النثر أو الطريقة الشعرية دي أو الطريقة المسرحية هو الحركة. حركة الشخصيات في الفيلم هي حركة مسرحية، الناس بتتحرك وكأنها على مسرح، يعني في جمهور من ناحية والناس بتتحرك بشكل درامي، مش بالشكل اللي هو الواقعي اللي احنا بنشوفه في حياتنا، ولكن بشكل درامي شوية يدي الحركة قيمة ومعنى وإحساس. هنلاقي في الفيلم السيمتري، واللي هو التوازن ما بين الجانب الأيمن للشاشة والجانب الأيسر للشاشة. فهنلاقي إن معظم مشاهد الفيلم فيها سيمتري، فيها تطابق ما بين الناحيتين، وده بيديك إحساس بالرهبة، بيدي المشهد عمق وبيديله إحساس كده بالقيمة. بس في نفس الوقت بيشاور لك على الجزء اللي انت المفروض تركز عليه، بيوريك الخطر فين، بيوريك ايه المهم هنا. ودي طبعا حاجة كان بيعملها المخرج الكبير ستانلي كوبريك. بنشوف في الفيلم برضو الظلام في الفيلم بيعم معظم المشاهد، وده عشان اولا هما كان الزمن ده زمن قديم جدا وما كانش فيه بقى الاضاءة اللي في الشوارع، الكهرباء والكلام ده، وكمان عشان دي كناية عن ان الناس دي بتشتغل في الظل، الناس دي بتشتغل في الضلمة، اللي بيسرق في الضلمة، واللي خايف ووحيد زي ونيس هو لوحده وفي الضلمة. فهو هنا الضلمة بتحمل عدة جوانب، في اللي غرقان فيها غصب عنه زي ونيس، وفي اللي بيستغلها وبيشتغل بيها زي القبيلة. بنشوف برضو ان ونيس، وبرضو معظم مشاهد الفيلم بتبقى ما بين حوائط، يعني تلاقي الفيلم شخص واقف كده وفي حيطين من الجنبين، حيطة من جنب واحد، مزنوق ما بين حجرتين، مزنوق. دايما الشخصيات تلاقيها ما بين حاجتين، عشان يبين لك الضيق بتاع الموقف، وان مفيش مجال كبير للحركه، محدش عارف يهرب من الحكايه دي، هتواجهها. وده غير ان انت اصلا لوحدك، محدش هيساعدك، محدش هيقف معاك، لان القبيله كلها في الصف اللي ضده. فبيجيبهولك دايما واقف كده ما بين حطين، لانه محبوس. وبرغم ان هتلاقي مشاهد كتيره، مشاهد واسعه، وهتلاقي الكادر واسع جدا، ولكن هتحس برضه ان هو في ضيق. الشخص ده مضغوط عليه من الوضع اللي هو فيه دلوقتي. الفيلم ده لما شفته تلاقي فيه حاجة مثيرة جدا للاهتمام، ان هو شادي عبد السلام هو شخص غامض جدا. لما شفت الفيلم ما صدقتش ان ده اخراج مصري. الفيلم فعلا تحفة تحفة، وفيه عامل زي الافلام اللي هي بتاعه بيرجمان، وفيلم تقيل جدا. ومع ذلك الشخص اللي عمل الفيلم ده، واللي كان ببساطة جدا ممكن يبقى مخرج عالمي، ما عملش غيره. ومفيش حاجة كتير عن الشخص ده، مفيش كلام كتير موجود. انا اتمنى لو حد عنده اي سورسز عن شادي عبد السلام يبعتها لي، لكن هو فعلا الراجل غامض زي فيلمه بالظبط، وكأن احنا الفيلم ده دخلنا لفة كده جوه عقل شادي عبد السلام وطلعنا تاني. ما زلنا مع حركة الكاميرا في الفيلم، وحركة الكاميرا في الفيلم ده بتوجه لك اهتمامك، بتوجه الحوار. الكاميرا بتروح بتتحرك ناحية اللي هيتكلم، وبتروح مع الشخصية الأكثر أهمية في الكادر، وبتوجهك للي هيتكلم عليه الشخصيات. تلاقيها بتروح لمكان وبتروح لناس واقفة قبل حتى ما يتكلموا. الفيلم ده بقى، ودي كانت يعني حاجة كده هتستغربها وانت بتتفرج، ان الفيلم فيه موسيقى ولكنها مخفية. الموسيقى عايمة في وسط التصوير، ما بتحسش بوجودها. وده استخدام مثالي للموسيقى التصويرية، ان هي مش موجودة عشان تقول لك انا هنا، لا، الموسيقى التصويرية موجودة عشان تمشي وراك كده، ما تحسش ان هي موجودة. برضو بنشوف في الفيلم العيون والضمير، عيون كتيرة جدا في الفيلم، إن بيركز شادي عبد السلام على عيون في الفيلم وكلها عيون مكحلة. فتبص تلاقي اللي ضميره مرتاح بيبص وعينه واسعة، والبجح بيبص وعينه واسعة، والخايف والمهزوز من نظرة عينه هتعرف. فلو شلنا الحوار من الفيلم هتقدر بشكل كبير جدا تفهم هو بيتكلم عن ايه، لأن العيون هنا في الفيلم بتتكلم. وده
مرآة الصراع الداخلي للشخصيات. ناس عايزين يكملوا في تجارتهم، ولكن يعني مش عايزين يضطروا ان هم يقتلوا ولاد شيخ القبيله، بس هيقتلوهم لان بيزنس از بيزنس في الاخر، لان في الاخر الفلوس تكسب. الناحيه التانيه واحد مش عايز يدمر قبيلته بالكامل ويفقرهم ويتسبب في يعني في اذاهم، ولكن هو عارف ان هم غلط ومش قادر يتقبل الفكره دي. كلها صراعات داخليه، وكلها بتطلع عن طريق العيون، لان الحوار في الفيلم قليل جدا. ودي سمة المخرج العبقري. المخرج الذكي بيستغنى عن اي حوار حشو ملوش اي لازمه. برضه بنلاحظ في الفيلم ان هو القبيله معظم الفيلم بيقابلوا ونيس بدون مراقبه، بيراقبوا ونيس بدون تدخل، بيسيبوه سايبينه 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 عشان لما يقتلوه يبقى عملوا اللي عليهم، عشان لما يقتلوه يبقى عدهم العيب. هتبص تلاقي بقى ان احنا كمان نفس الحكايه، احنا بنراقب ونيس، بنقابله ما بين العمدان وما بين الصخر وما بين الشجر وما بين الشبابيك. طول الفيلم احنا بنراقب. هل احنا بنعمل حاجه عشان نساعد ونيس؟ لا، زي بالظبط وضعه، لان هو محدش هيساعده. هو اللي لازم يتحرك ويساعد نفسه، هو اللي لازم يطلع لفوق زي ما بنشوف في الفيلم عشان يروح بقى الأفندية ويبلغ عن القبيلة. وهي دي رحلة ونيس من مراقب لفاعل. بنشوف هنا شخصية مراد، ده شخص يعني سليزي جدا زي ما بيقولوا بالانجليزي، اللي هو شخص معفن، اللي هو تشوفه كده تقول انا مش مرتاح لك. ده شخص بيشتغل في الخلفية، بيوسوس هنا ويوسوس هنا ويعمل اي حاجة عشان يوصل في الاخر للهدف. فده زعم زي الشيطان كده. بنشوفه بقى لما بيجي البوليس فجأة بيبيعهم ويقول لهم انا ما ينفعش حد يشوفني معاكم، وبيخلع. فهو ده الشخص كده هنا تمثيل، لان هي معركة خير وشر. اي نعم هو خير مبهم وشر مبهم، ولكن هي معركة خير وشر. والتناقض اللي بين الخير والشر هنا هو نفس التناقض اللي في فعلهم. في مشهد من المشاهد الأم بتقول لأخوه إن أفعالكم هتقلق أبوكوا في تربته. ده بيتناقض جدا مع اللي هم بيعملوه، لأن هم شغلتهم ورزقهم وأكل عيشهم كله من إن هم بيقلقوا الموتى في قبورهم، بيكسروا المومياوات وبيرموها وبياخدوا المجوهرات وبياخدوا حاجاتهم وبياخدوا. هم ده حرفيا اللي هم بيعملوه. الأسماء لها هنا دور كبير في الفيلم، فالأسماء مذكورة في الفيلم وبيقولوها في كتاب الموتى، وإن ضياع الاسم بيماثل هنا في الفيلم هو ضياع الشخصية. إيه أهمية الأسماء في كتاب الموتى وعند القدامى المصريين؟ الاسم اللي بيتنده عليك بيه في البعث، فلو اسمك ضاع فأنت مش هتبعث، وهو بيعتبر هنا رمز للحياة. برضو الفيلم بيحط لك الأسامي كرمز للكرامة، أنا من قبيلة كذا وابن فلان وابن فلان. ففقدان الاسم بيعني فقدان الماضي والهوية والكرامة، وعند القدماء المصريين البعث. فبنلاقي في مشهد من المشاهد وكأن هي دي بقى الإهانة، لما شخصية بتكلم ونيس فبيقول له إننا لا نعرف لك اسم، يعني إحنا مش عارفين لك اسم، يعني أنت، دي نوع من الإهانة إن هو أنت مين. برضو اسم الفيلم نفسه وهو المومياء، هنا المومياء أنهي مومياء فيهم؟ المقبرة دي لوحدها كان فيها 40، هي أنهي واحدة بقى؟ الفكرة هنا المومياء بترمز للماضي، بترمز للهوية، وبترمز لكرامة بتاعتنا وحضارتنا. فلما إحنا كقبيلة بنعتز بنفسنا جدا وشايفين إن إحنا حاجة عظيمة، في نفس الوقت إحنا بنحارب ماضينا وبنحارب هويتنا وبنحارب أجدادنا، وفي نفس الوقت عاداتهم وتقاليدهم دي هي اللي مومياء، أفكارهم دي هي اللي مومياء، لأنها متجمدة ومتحنطة في الزمن، مش عايزين يغيروها ومش عايزين يعيدوا النظر فيها. وهنا زي ما هم بيكسروا المومياء عشان يسرقوا سلسلتها الذهب، بنبص نلاقي إن ونيس بيكسر لهم عاداتهم وتقاليدهم عشان يستعيد ماضي وتاريخ أجداده. اسم ونيس بقى نفسه هو الرفيق، الشخص اللي بتتونس وبتسعد بوجوده. فونيس هنا أصلا حياته هي عكس بالظبط اسمه، هو عايش وحيد حزين ومفيش شخص بيرافقه، مفيش حد بيقف جنبه. في شخصيات كتيرة ما تقالش أساميها عشان يدي الفيلم طابع أسطوري يجرده من زمنه، يخلي الفيلم ده ينفع لكل زمن، لأن هو هنا بيتكلم عن هويات وليس أفراد. بيكلمك على الشخص اللي بيقف لعاداته والتقاليد والفكر الغلط وبيغيره حتى لو هو هيتضر عشان حد تاني يستفيد هو أصلا عمره ما هيقابله. نفس الحكاية الشخص اللي بياخد يعني المجهود الزيادة عشان يروح
ويعمل شغله صح. فالأسامي هنا إن هو قللها في الفيلم زي الحوار بالظبط ادت الفيلم طابع مستمر، فلما تتفرج عليه ممكن تفتكره معمول السنة اللي فاتت أو اللي قبلها أو حتى في المستقبل، لأن هو مش بيتكلم على زمن معين، هو بيتكلم على فكر معين. الفيلم ليه عنوان تاني تحت كلمة المومياء اسمه يوم أن تحصى السنين، يعني اليوم اللي بيتعد فيه السنين، بتتحسب بقى، بتطلع لك الحسبة، وهو اليوم اللي فيه الحساب، يعني يوم الحساب، وبتتغير بقى في حياتهم كلهم، وبياخد الجميع من الماضي للمستقبل، بيحررهم من العبء ومن الذنب اللي هم كانوا ماشيين بيه، لو مش بمزاجهم فغصب عنهم. في حاجة جميلة جدا في ديكور الفيلم ده، وده دليل على شغل شادي عبد السلام، ان هتلاقي دايما وهم واقفين وراهم حيطان المقابر اللي هم بيقفوا فيها، حتى بيوتهم العادية، في كتابات على الحيطة، كتابات فرعونية، دي هتلاقيها في لحظات كده تحس ان هي لعنات اجدادهم وهي بتطاردهم وراهم في كل مكان عشان اللي بيعملوه. وفي نفس الوقت هتلاقيها بتمثل ماضينا اللي احنا بنديله ظهرنا، بدل ما نلف ونقراه ونشوفه وندرسه ونروح بيه لقدام، لا، بنديله ماضينا، بنديله ظهرنا ونبص لقدام على الربح. واخيرا الفيلم بنشوف فيه فكرة الغريب الصالح والقريب الطالح، مفهوم ان الولاء المطلق للأسرة او للقبيلة او للعيلة او ايا كان الشيء اللي الشخص بينتمي ليه، ده مفهوم خاطئ. مفيش حد المفروض ابدا انه يطيع مجموعة من الناس لمجرد ان بينهم صلة دم في حاجة غلط، ومفيش سبب يخلينا نستمر في الغلط، ومفيش اي ما يمنع ان احنا نقف ونستعين بغريب صالح مادام اللي قريب مننا فاسد، ونوقف الدايرة، نوقف دايرة الفساد، نوقف دايرة السرقة، نوقف دايرة الظلم، نوقف أي دايرة، أي حاجة في عاداتنا وتقاليدنا غلط. ممكن جدا تكتب لنفسك حاضر مختلف برغم قذارة ماضي، ممكن جدا تضحي بحاضرك عشان تنقذ الماضي وبالتالي تنقذ المستقبل، وده اللي ونيس عمله. فيلم المومياء هو فيلم عن الهوية اللي بنورثها عن آبائنا واللي بنعيش في أمانها، وعن الهوية اللي بنخلقها لنفسنا وبندفع تمن الاتنين، اللي ورثناه واللي عملناه. كده كده تمن الهوية هيدفع عن تمن الكرامة المادي والنفسي. ونيس في الفيلم مش بيدافع عن أشخاص أحياء، مش بيدافع عن أي حد هيتضرر، ونيس بيحمي حق اللي جاي بعده في إنه يشوف ماضيه. المومياوات مش هتتكلم، مش هتشتكي، مش تعمل حاجة، هي مجرد في الآخر مجوهرات وجثث، ولكن المعنى والقيمة والثمن اللي فيهم أوقات كتير مش بيتقدر بالفلوس. الفيلم بيسأل سؤال مهم جدا، خلال تاريخنا وفي الدول اللي فيها آثار عموما، يعني هنلاقي إن دايما مع كل واحد بيصنع، مع كل واحد بيبدع، دايما في واحد بيسرق. المهنتين مترافقين للأبد، زي ما واحد عمل مجوهرات دي وقعدت آلاف السنين، واحد عمل تماثيل، واحد بنى أهرامات، في ناس طلعت معاهم عشان تسرقهم، في ناس عاجزة عن إن هي تصنع أو تخلق أي شيء. مئات الآلاف إن ما كانش ملايين من القطع الأثرية خلال التاريخ في الكوكب كله اتسرقت عشان في الآخر تتباع لناس هيشوفوها مرة وهيحطوها بعد كده على ترابيزة ولا في أوضة مقفولة محدش هيشوفها. العالم أولى بتاريخه. تجارة الآثار سم وسرطان في أي دولة، ولما تلاقي أي دولة فيها تجارة الآثار مزدهرة اعرف إن كل حاجة تانية وقع. الفيلم بيسألنا سؤال جميل جدا ليا وليكو، هل ترضى إنك تضحي بحاضرك بالعالم اللي انت عايش فيه دلوقتي بالنهاردة عشان امبارح وبكرة؟ للأسف الفيلم برغم ان هو تحفة فنية، ولكن انا ما لقيتش مصادر وما لقيتش معلومات عنه، والمعلومات شحيحة جدا جدا عن الفيلم ده وعن مخرجه. ولكن هو الفيلم على حد علمي اترشح لجائزتين، معرفش اذا كان خد اي جوائز، ولكن للأسف فيلم زي ده كان المفروض يكون خد جوائز كتير جدا منها الأوسكار، واللي رفضت ترشيح الفيلم أصلا في 1971. الأسباب ما لقيتهاش. والفيلم زي ما قلنا في البداية هو يعتبر من أفضل الأفلام المصرية على الإطلاق، وأخد بإجماع النقاد المركز الثالث أحسن 100 فيلم مصري. والفيلم ده بعد إصداره على مدى 5 سنين قعد يتعرض لمدة 5 سنين في مهرجانات مختلفة من قرطاج لحد فيينا، والجميع أثنى على الفيلم وعلى مستواه. الفيلم ما كانش فيه مجهود مدخر، وكلف ساعتها مبلغ كبير جدا، كلف 90,000، والمتوسط ساعتها كان 30. في جزء من يعني رد الجميل او التكريم حصل في مهرجان دبي في 2013 لما اختاروه
هناك في المهرجان الفيلم رقم 1 في أحسن 100 فيلم عربي على الإطلاق. الفيلم طبعا لما نزل ما نجحش في شباك التذاكر، والنسخ بتاعة الفيلم ده كانت قديمة جدا وكان معظمها سيء ومهمل، لحد ما خلال مشروع تابع لليونسكو اسمه وورلد سينما بروجكت وتحت إشراف المخرج العملاق مارتن سكورسيزي تم إعادة ترميم الفيلم ده وإصداره مرة تانية بصورة بقى محسنة وبشكل أحسن كتير يقارب الشكل اللي طلع عليه في 69. وأثنى المخرج مارتن سكورسيزي جدا على الفيلم ده واعتبره من كنوز التراث العالمي السينمائي. وتقييمات الفيلم على IMDb الفيلم واخد 7.7 من 10، وعلى ليتر بوكست الفيلم واخد 4/5. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، أحب أسمع رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب، وأشوفكم في حلقة جديدة من أرت لاب.